Let's go move. جربت تسمع قبل كده عن البلاستيك اللي المفروض تبعد عنه تماما؟ تعالى اقولك اللي يصدمك. في 7 انواع من البلاستيك، في منها العادي وفي منها الضار وفي منها السام. بص على الرقم الموجود تحت القطعه البلاستيك اللي بتستخدمها، لو لقيت مكتوب عليها رقم 5 محطوط كده جوه مثلث، اعرف ان ده انضف نوع بلاستيك انت ممكن تستخدمه، سواء للاكل او انك تشرب فيه حاجات سخنه، هيبقى امن جدا. وده بيتعمل منه علب الزبادي والعلب اللي بتخش الميكروويف وازايز الدواء. اخطر انواع البلاستيك بقى هي رقم 3 و6 و7. بكل بساطه لو لقيت رقم 1 على البلاستيك اللي معاك، ده معناه ان انت تستخدمه مره واحده بس. رقم 1 ده هتلاقيه على ازايز الميه المعدنيه اللي بنشتريه، الحاجه الساقعه اللي المفروض بعد ما نشرب فيها نرميها على طول. بلاستيك مكتوب عليه رقم 2 ده بقى امن جدا، هتلاقيه اكتر في العاب الاطفال اللي هي البلاستيك او ازايز الصابون، لان الحاجات دي احنا بنستخدمها اكتر من مره، وخصوصا الاطفال اللي بتحط الالعاب في بقها. لو لقيت بقى رقم 3 ده هتلاقيه اكتر في ازايز الزيت او المواسير البلاستيك او الاسترتش بتاع الاكل. هل ده معناه ان النوع ده من البلاستيك امن؟ الحقيقه انه لا، لانه مع الوقت بيسبب اضرار. رقم 4 هتلاقيه في الاكياس اللي بنحفظ فيها الاكل واكياس الزباله وغيره من الاكياس. نيجي بقى على النوع البلاستيك اللي مكتوب عليه رقم 6، وده للاسف منتشر جدا في بيوتنا وفي المطاعم، وهم اللي بيصنعوا منه اطباق الفل والكوبايات الورق اللي بنلاقيها دايما في اغلب الكافيهات. للاسف ده خطر جدا ان انت تشرب فيه، وكمان لان المشروبات السخنه فيه خطر جدا على الكلى والكبد. الاهم من كل ده البلاستيك بقى اللي مكتوب عليه رقم 7، واحيانا بيكتبوا كلمه اذر. النوع ده من البلاستيك فيه ماده سامه اسمها بيسفينول. الماده دي للاسف بتسبب سرطان الثدي والرحم. ده عباره عن بلاستيك مخلوط ومعاه مواد وحاجات كده ضاره انت ما تعرفش مصدرها، وده هتلاقيه اكتر في قاروره الميه، ويا ريت نستخدمها مره واحده بس ونرميه. ولو لقيت النوع ده من البلاستيك مكتوب عليه BPA فري، اعرف ان النوع ده من البلاستيك امن جدا من الماده السامه. البلاستيك اللي مش مكتوب عليه اي رقم خالص بلاش، احسن تشتريه. وبعد كل ده يا ريت تتاكد كويس جدا من نوع البلاستيك اللي انت بتشتريه. وبكده تكون خلصت معلومه النهارده. استنونا في حلقه اقوى بكتير، وسلام عليكم.